من حوالي 20 سنة كده حصلت قضية في كوريا الجنوبية كانت من أشهر القضايا في تاريخ كوريا كلها، واللي خلى القضية دي من القضايا المشهورة بالشكل ده إن التفاصيل اللي حصلت في القضية دي غالبا ما حصلتش في أي قضية غير القضية دي وبس. لأن أول وأهم تفصيلة في القضية دي إن في بنت تم اغتصابها من 44 شاب. ولا مش زي ما جه في دماغك، هم ما اغتصبوهاش مرة ولا مرتين ولا حتى 10 مرات. البنت دي استمر ال 44 شاب في اغتصابها لمدة سنة كاملة. وانا عارف جدا ان الموضوع صعب جدا على استيعابك انك تستوعبه وتفهمه، ولكن يؤسفني ان اقولك ان التفاصيل اللي هقولها لك بعد كده هي اصعب من اللي قلته لك بكتير. وقبل بقى ما ادخلك في معمعة التفاصيل والتفاصيل المشطشطة، حضر لي مشروبك اللذيذ وكمان اكلك الحلو زيك، وما تنساش تصلي بينا على حضرة النبي، وبسم الله. ونبدأ بكهات جديدة. وخلونا نرجع مع بعض ال20 سنة دول نعرف فيهم مين البنت دي وايه اللي حصل لها وايه اللي وصلها للي حصل ده. في أولسان كوريا الجنوبية من سنة 2003 عاشت البنت الجميلة تشوي صاحبة ال14 سنة، طالبة في المرحلة الإعدادية أو المتوسطة زي ما اخواتنا الخلايجة بيقولوا عليها. ومع كل أسف إن طفولتها ما كانتش أحسن حاجة خالص. والدتها انفصلت عن والدها لما كان عندها 7 سنين بس بسبب إن والدها كان مدمن على الخمور والشرب، وكمان كل يوم ضرب وإهانة ليها، فاتطلقت وريحت دماغها من الهم ده. وللأسف إن والدتها سابتهم بشكل كلي وما بقتش تسأل عليها ولا على اخواتها. وغالبا المعلم أبوهم ده ما اتحضنش وهو صغير، فطلع العقد دي على العيال وليل ونهار ضرب وإهانة فيهم. وللأسف زي ما احنا عارفين اللي ما بيلاقيش حنية وعطف في بيت أهله، أي حد معدي بيديله أي ريق حلو بيتشعبط في رقبته. وللأسف ده اللي حصل مع تشوي بطلة قضيتنا النهاردة. تشوي بدأت بالفعل إن هي تدور على اللي تحبه وتثق فيه، ولكن بره البيت. وفي الوقت اللي التكنولوجيا بدأت إن هي تظهر فيه، اللي من جيلي والجيل اللي قبلي هيبقوا عارفين غرف الدردشة اللي كانت على الياهو والهوت ميل. وهناك في الغرف دي تشوي تتعرف على بارك صاحب 17 سنة واللي كان طالب ثانوي في مدينة ميرانج، ودي بلد بتبعد حوالي ساعة عن البلد اللي ساكنة فيها تشوي. حكايات وروايات، شهر في التاني في التالت لحد ما عرض عليها ان هم يتقابلوا. احنا خلاص بقى كبار كفاية وبقالنا فترة بنتعرف من ورا الشاشات، فتعالي بقى نتقابل ونعرف بعض اكتر. تشوي للأسف حبته وانبهرت بكلامه واتعلقت بيه جدا، وكمان بقى عندها شغف ان هي تروح البلد اللي بيتكلم عليها باستمرار. ولان مفيش حد يقول لها رايحة فين وجاية منين، فوافقت وسافرت ميرانج علشان تشوف بارك. ولما وصلت لاحظت ان هي في مكان فاضي شوية وغالبا كده مفيش اي حد حواليها، وفجأة تلاقي بارك ظهر. ولكن الغريب ان بارك ما كانش جاي لوحده، ده جاي وجايب معاه شلة من صحابه. تشوي أول ما شافتهم استغربت ولسه هتسأل مين دول، لقت عصاية حديد نزلت على دماغها، نزلتها مكانها في ساعتها مغمى عليها. شلة الشباب دول أول ما البنت وقعت شالوها هيلا بيلا وطلعوا بيها على أوضة في أوتيل كانوا حاجزين فيه. وحد هيسألني سؤالين مهمين جدا: إزاي حجزوا في أوتيل وهم تحت السن القانوني؟ وإزاي كمان حجزوا في أوتيل وهم داخلين ببنت شايلينها ومغمى عليها؟ اقول لك يا شريك العزيز ان الطبيعي في اي بلد انك هتلاقي الاماكن الرخيصة اللي زي ما بنقول كده تحت بير السلم. ادفع اكتر من العادي واحنا لا نرى لا نسمع لا نتكلم. المهم ان شلة الشباب الحلوين دول كان عددهم في البداية 13 شاب، وعلى رأسهم الرئيس بتاعهم وهو بارك. ويعني ايه هم عددهم 13 في الاول؟ هم هيزيدوا بعد كده ولا ايه؟ وغالبا كده انتوا نسيتوا في الاول انا قلت لكم العدد بتاعهم كام. بصوا انا عاوزكم تصبروا عشان اللي جاي منيل بنيلة. الشلة دي او العصابة بقى بمعنى ادق بدأوا يعتدوا نفر نفر على تشوي، وبدأ كل واحد فيهم ياخد الدور بتاعه لمدة 10 مرات تقريبا، والباقي واقفين بيصوروا سواء بالكاميرات أو بالموبايلات. وأول بقى ما البنت فاقت فرجوها على اللي عملوه فيها نفر نفر. والرئيس بتاعهم بقى اللي المفترض ان هو حبيبها واللي اسمه بارك قال لها انا عاوزك بس تفتحي بقك وهتلاقي كل الفيديوهات دي موجودة عند ابوكي. صحيح انا نسيت اقولك، انا جبت رقم ابوكي وكمان جبت رقم البيت عندكم. خدي لي بالك ده مش ابوكي بس، ده انا هنشر الكلام ده لكل اصحابك وكمان على النت.
انا عاوزك بس تفكري تتكلمي، وخدي لي بالك من نقطة مهمة، الموضوع ما انتهاش عند كده وبس، انا وقت ما هعوزك في اي وقت تجيلي واعمل فيكي ما يحلالي. المصيبة الاكبر بقى ان شلة العصابة دي كانوا بيجيبوا حبيباتهم البنات يقفوا يتفرجوا معاهم وكمان يصوروا، ولمدة 11 شهر متواصلين. بارك ده يجيبها ويجيب صحاب جداد في كل مرة، وكان عددهم في كل مرة بيتراوح ما بين 7 ل10 أشخاص، وكل واحد يعتدي عليها حوالي 10 مرات، وكل مرة بقى في حتة مختلفة، موقف باصات قديم، اوتيلات رخيصة زيه وزي الرمم اللي معاه، وحاجة في منتهى السفالة والرخص. والموضوع كمان ما وقفش عند الاعتداء الجنسي بس، ده كمان كانوا بيسرقوا اي فلوس كانت معاها، وحتى لو جاية ومعاها اي ذهب او اي مقتنيات ايا كانت ايه هي كانوا بيقلبوها فيه. ده حتى انهم اجبروها ان هي تجيب اختها الاصغر منها اللي كان عندها 13 سنة وكمان ابن عمها، ودول ما كانوش بيعتدوا عليهم، ولكنهم كانوا بيسرقوهم ويعذبوا فيهم ويضربوا فيهم طول ما هم موجودين. وبقى الأذى بقى من كل ناحية، أبوها في البيت بسكره وضياعه وبقلة أدبه عليها ليل ونهار، والمقرفين اللي بره دول بقذارتهم وتهديدهم اللي ما بينتهوش، والبنت لمدة سنة كاملة تقريبا بتتعرض للابتزاز والتهديد والمرمطة علشان بس ما تتفضحش، لحد ما جه يوم وعمتها لاحظت عليها التغيير. دي مش بنت اخويا، وبدأت ان هي تقعد وتتكلم معاها وتحاول تفهم منها ايه السبب في التغيير اللي حصل لها ده. ومن كتر الزن تشوي اخيرا تاخد القرار وتحكي لعمتها كل حاجة. عمتها طبعا تترعب من اللي سمعته وفورا تتصل بوالدتها، وطبعا زي ما انتوا عارفين ان ابوها عايش في المهلبية. المهم يوم 25 نوفمبر من سنة 2004 والدة تشوي تتصل بالشرطة وتبلغهم بكل حاجة، واللي بدورهم عملوا تقرير طبي ووعدوها ان الموضوع هيفضل سري تماما، وطبعا الكلام ده علشان نحافظ على سمعة البنت. حلو الكلام ده؟ لا مش حلو، لان شوية الرمم دول هيبدأوا يحولوا الدفة على البنت نفسها، وبدأوا ان هم يتهموها ان هي بتلبس لبس مثير وبتعمل حركات اغراء علشان توصل الشباب دول ان هم يعملوا فيها كده. وبعد مرور 12 يوم من تقديم التقرير الطبي عملوا حملة اعتقال جماعي، واعتقلوا ما لا يقل عن 120 شاب من كذا مكان، وفي النهاية صفصفوا ال 120 دول على 44 شاب بس. 35 شاب منهم كانوا مقيدين في مدارس ثانوية محترمة. وبعد كده عملوا بقى بيان صحفي وحكوا فيه عن تفانيهم في حل القضية. وتعالوا بقى احكي لكم هم قد ايه فعلا كانوا رحماء بالبنت وقد ايه فعلا تفانوا في حل القضية دي. اول حاجة كده وبسم الله الرحمن الرحيم، ان هم كانوا واعدين تشوي ان اللي هيحقق معاها هي ضابط ست زيها، ولكن تشوي تتفاجئ بتيم شرطة مكون من 4 ضباط رجالة. يا سيدي ما تحبكهاش قوي، رجالة من ستات، يعني الشرطة حماة الوطن. طيب تعالى بقى اوريك حماة الوطن دول عملوا ايه. اول حاجة عملوها حماة الوطن ان هم فرضوا عليها يوميا ان هي تقابل ال 44 حيوان دول علشان تتعرف عليهم. طيب يا بيكو ما هو طبيعي، امال هي تتعرف عليهم ازاي؟ ما يبقاش قلبك رهيف قوي كده. هقول لك لا يا سيدي، لان الموضوع كان في منتهى القذارة. المفروض انها تبقى في غرفة من ناحية مراية ومن الناحية التانية ازاز كاشف علشان تقدر تشوفهم من ورا الازاز ده، ولكن حماة الوطن حبايب قلبي ما عملوش كده، وخلوها تواجههم كل يوم عين في عين. والبنت كانت بتشاور عليهم واحد واحد والدموع مغرقة وشها. ومش بس كده، لا ده بدأوا ان هم يسألوها مين اول واحد بدأ معاكي وقعد معاكي قد ايه، وكنت مستمتعة ولا ايه شعورك، احنا عاوزينك تفك كده وتقول لنا كل تفاصيل. حتى واحد من رجالة الشرطة الافاضل قالك البنت دي من عندي في المنطقة، دي جابت لنا العار، ده انا خايف على بنتي منها ان هي تنزل الشارع في اي وقت. ده غير اهالي العصابة دول كمان اللي كانوا عاملين على البنت ضغط رهيب وتهديدات ليل ونهار، وتهديداتهم دي جت بناء على ان عيالهم دول في مدارس راقية وان انت اصلا اللي افتريت عليهم. والموضوع ما يقفش من عندهم عند كده وبس،
ده بدأوا ان هم يطلعوا في لقاءات تلفزيونية وتسجيلات صحفية ويتكلموا بمنتهى الكبر والعنجهية ان هم مش حاسين بأي زعل او حزن على البنت او حتى على اهلها، وكانوا شايفين ان المفروض ان هم يربوا بناتهم ازاي يعرفوا يتصرفوا صح. هم اهالي مقصرين ولاد كلب، المفروض يعلموا بناتهم اذا لم يستطيعوا مقاومة الاصاب فهيستمتعوا به. المهم عشان نخلص من القضية اللي هتجيب لنا المرض دي، مجموعة ضباط دخلوا بار هناك معروف باسم كاريوكي، وهناك قابلوا بنت من الجرسونات كانت تشبه شوية تشوي، وساعتها قلة الأدب كلها بقى ظهرت، وبمنتهى الاستهزاء والسفالة اللي في الدنيا بدأوا ان هم يتكلموا على تشوي وقد ايه هي انسانة تسد النفس وجابت لنا العار. ولكن البنت دي لما سمعت الكلام ده ما سكتتش وراحت على اهل تشوي وبلغتهم بكل الكلام اللي سمعته، ومن هنا قامت ثورة على الشرطة وغضب كبير جدا من الشعب، واتهموا الشرطة بالعنصرية والتحيز للمغتصبين لمجرد انهم بس رجالة زيهم، ومجموعات مدنية بقى ولجان زي لجان حقوق المرأة، والدنيا اتقلبت كلها على الشرطة. وعلشان الدنيا تهدى شوية اقالوا 9 من تيم الشرطة ده واللي كان مكون من 13 شرطي، واستبدلوه بتيم جديد من الشرطة النسائية. وعشان تشوي هي واختها اتعرفت قصتها للشعب كله من الاعلام الجميل بسبب الشرطة الاجمل، بقت العيشة ليهم في أولسان صعبة جدا وتكاد تكون مستحيلة. وفي يناير من سنة 2005 نقلت عيشتها هي واختها ووالدتها للعاصمة سيول، وهناك دخلت هي واختها مستشفى علشان يتعالجوا من الصدمة النفسية اللي تعرضوا لها دي. الدكتورة بتاعت شوي صرحت وقالت ان هي قعدت وقت طويل جدا بتتعرض للأذى ومهملة من كل اللي حواليها، ونتيجة ده حصل ليها مضاعفات خطيرة واكتئاب شديد جدا. وقالت كمان ان تشوي حاولت تنتحر اكتر من مرة ولكننا انقذناها. المهم ان تشوي طلعت من المستشفى دي بعد شهر واحد، وطبعا دي مش مدة كافية خالص، واللي خلت تشوي تحاول تنتحر تاني اكتر من مرة، وده اللي خلى والدتها تدخلها تتعالج غصب عنها في القسم النفسي المغلق. وفي الوقت ده اخيرا سيادة الباشا والدها واهله بدأوا ان هم يزوروها، وطبعا انت فرحت قلت اخيرا الجبلة بدأ يحس على دمه ويروح يشوف بنته. بس لا، المعلم ده ما كانش رايح يطمن عليها ولا حاجة. الراجل المهزأ المدعو ابوها كان رايح علشان يخليها تمضي على تسوية لأهل العيال دول علشان ياخدوا في المقابل فلوس. تشوي للأسف اتلعب عليها لعبة قذرة جدا، وابوها قدر يقنعها ان هي تمضي. وللأسف ان تشوي صدقت ابوها او خافت منه الله اعلم، ومضت بالفعل على التسوية دي، وخدوا في المقابل 50 مليون وان كوري بما يعادل 36,000 دولار، اللي كان طبعا وقتها رقم كويس جدا. ولكن ابوها مازال مصر ومصمم ان يكون راجل ناقص، وقسم 50 مليون 15 مليون منهم دفع بيهم الديون اللي عليه والقرف اللي كان عامله، وبدأ ان هو يوزع الباقي على اهله وحبايبه. وتشوي واختها طلعوا من المولد بلا حمص. تشوي بعد ما خدت الصدمة الكبيرة دي من ابوها، والدتها خدت الوصاية عليها هي واختها وكملوا عيشتهم مع بعض في سيول. ولكن ربنا ما بيسيبش عباده كتير، وبعد فترة صغيرة يجي لتشوي خبر وفاة والدها بعد ما مات بجرعة زيادة من الكحوليات اتسببت في تسمم في الدم. وانا شايف قلبك من عندي وهو بيرقص، وحقك بصراحة. ولكن عاوز افاجئك واقولك ان تشوي للأسف حزنت على وفاة والدها جدا، وكانت صدمة بالنسبة لها. والدة تشوي بقى بعدها على طول قدمت شكوى في مركز الشرطة بتاع ميرانج ده للمحكمة العليا، واتهمت الشرطة بقى بكل اللي عملوه في بنتها من أول التحقيقات لحد النهاردة. وللأسف بسبب اللي هم عملوه بناتها لحد النهاردة مش قادرين إن هم يكملوا تعليمهم ولا حتى يلاقوا أي شغل. وبناء عليه المحكمة حكمت لهم بتعويض 30 مليون وان كوري لكل بنت فيهم، و10 مليون لوالدتهم لوحدها. شوي زي ما قلت لكم مفيش اي مدرسة كانت عاوزة تقبلها بسبب ان هم شايفين ان هي مش ضحية. ولكن بعد محاولات كبيرة من المحامي بتاعها قدر بالفعل ان هو يسكنها في مدرسة من المدارس. اهل العيال بقى اللي عملوا في تشوي كده يسكتوا؟ والله ما يحصل. والدة واحد من العصابة دول راحت للمدرسة بتاعة تشوي ومعاها ورقة، وكانت عاوزة تمضي تشوي على الورقة دي علشان تطلع ابنها من الأحداث. تشوي أول ما شافتها خافت منها وجريت على الحمام وقفلت على نفسها. الولية ساعتها الجنونة ركبتها وعملت لها فضيحة في المدرسة كلها، اترتب عليها إنها للأسف
بتتفصل من المدرسة. المهم خلونا نيجي بقى للجزء المهم جدا في القضية، وهي المحاكمة. في إبريل من سنة 2005 محكمة مقاطعة أولسان حكمت في القضية دي، واللي حصل إن زي ما انتوا عارفين هم كانوا 44 شاب، ولكن 10 بس منهم هم اللي اتحاكموا ودخلوا الأحداث لأنهم كانوا تحت السن القانوني. يعني باختصار اللي عملوا في البنت كده خدوا عقوبات تأديبية عبيطة جدا، ووالدها قبض تمن اللي حصل فيها، وتشوي خدت أحلى قفا على قفاها. طيب يا محكمة يا موقرة، ايه السبب في انكم حكمتوا على الشباب دول بالحكم العبيط ده؟ قالك لان دول شباب تحت السن، عيال صغيرة يعني، فاحنا نقدر ان احنا نعيد تأهيلهم من تاني ونخليهم ينخرطوا في المجتمع ويرجعوا أسوياء مرة تانية. وكمان احنا شايفين ان الاعتداء والابتزاز والترهيب والحاجات الكبيرة دي ما كانتش قوية كفاية يعني، وان تشوي بصراحة كانت تقدر ان هي تقاومهم ولكنها ما عملتش كده. وعلشان ما فيش أدلة أصلا كفاية ضد ال10 دول، فاحنا هنقعدهم شوية في الأحداث وبعد كده يخرجوا ويلا اتكلوا على الله. وانا يا شريك العزيز ما يرضنيش ان انت تخرج من الفيديو ده وانت محروق دمك، وعلشان ربنا من ضمن أسمائه هو العدل، فتعال أقول لكم إيه اللي حصل بعد 20 سنة من القضية دي. في أول شهر يونيو من نفس السنة اللي احنا فيها 2024 يطلع يوتيوبر يفتح القضية مرة تانية وينزل فيديو عن قضية المرنج دي، ومنزل فيها تفاصيل 44 شخص بأسمائهم وبكل التفاصيل عن حياتهم، وكاتب في العنوان بتاع الفيديو: هو أنت فاكرني إن أنا مش هعرف أجيبك؟ وبدأ بقى بالرأس المدبر فيهم وسبب كل اللي حصل ده من البداية، وهو بارك، واللي غير اسمه وبقى باك، وطبعا بقى راجل تلاتيني محترم وملو هدومه وشغال في مطعم شعبي في مقاطعة تشونج، وصاحب المطعم يكون قريبه. والمطعم ده في وقتها كان ليه فيديوهات على اليوتيوب وواخد تقييمات عالية جدا، وبسبب الفيديو الجديد ده اتخسف بالمطعم الأرض، والتقييمات بتاعته بقت في الشلاحات حرفيا. وطلع بعدها صاحب المطعم وقال ان باك ده قريبي وانا مشغله في المطعم عندي بعطف عليه يعني. باك طبعا مسكتش وقدم شكوى ان الفيديو ده واللي بيتقال فيه بينتهك خصوصيته. البي كان زعلان جدا علشان ما يسمى بانتهاك خصوصيته، لانه طبعا كبر واتجوز وخلف وبقى له حياة، وكان بينزل بقى البنت وبوستات على السوشيال ميديا وبيحب فيها وبيمدحها وبيدعمها، وقد ايه هو اب مثالي وراجل جميل. ده غير بقى ان الفيديو بتاع اليوتيوبر ده فتح النار على المطعم، واكتشفنا ان المطعم اصلا مبني مخالف وراح مقفول. يوم 3 يونيو بقى من سنة 2024 صاحب المحل نزل ورقة على المحل وقال ان المحل مغلق للانتقال والتوسعات. انتقال وتوسعات برضو يا عم ماشي. المهم ان من ضمن الناس اللي اتفضحت في الفيديو ده سيدة فاضلة اسمها هانج، وهانج دي كانت شغالة رقيب في الشرطة. مين بقى الست هانج دي؟ الست هانج دي تكون واحدة من البنات اللي كانت واقفة بتصور تشوي وهي بيحصل فيها اللي كان بيحصل، وكانت في أيام الواقعة دي عمالة تتنطط على النت وشايفة ان تشوي هي اللي كانت بتعمل حاجات تجذب ليها الشباب. والهانم لما دخلت اختبارات الشرطة في سنة 2010 نجحت فيها، ولكن الدنيا قامت عليها ما قعدتش، وحبت ان هي تلم الدنيا مع الناس، فطلعت اعتذار في سنة 2012 واعتذرت للناس وقالت ان انا كنت بنت وطايشة وطبيعي دلوقتي ان انا خلاص بقيت عاقلة يعني. وبعد كده غيرت اسمها وعاشت حياتها عادي. صاحب قناة اليوتيوب بقى نزل صورة هانج وسأل هي ازاي هانج دي شغالة في الشرطة، وازاي واحدة زي دي تكون من حماة الوطن زي ما بيقولوا وهي بتدافع عن المجرمين والمغتصبين. الشرطة طبعا اول ما عرفوا الكلام ده طلعوا ببيان وقالوا ان احنا ما نعرفش اي حاجة من التفاصيل دي، وان احنا هنبحث ورا الموضوع، ولو اتأكدنا ان الموضوع فعلا زي ما انت بتقول فهيكون لينا حساب تاني. بعد 3 ايام بقى من الفيديو الاولاني ده اليوتيوبر نزل فيديو تاني لراجل تلاتيني اسمه شين، والباشا الجديد ده بقى كان راجل من صاحب المال والأعمال، وكان بيشتغل في معرض سيارات كبير في منطقة كيام. وطبعا صاحبنا اليوتيوبر ده جاب من اكاونت الانستجرام بتاع شين ده كل التفاصيل عنه وراح نشرها. وزي ما حصل مع باك وكمان الشرطية هانج، أول ما عرفوا هوية الراجل ده
دخلوا على صفحة المعرض بتاع السيارات وخربوا الدنيا، وده خلى صاحب المعرض ينزل بيان على طول ويقول ان شين اتطرد من عنده في المعرض. وناس كتيرة بقى من عامة الشعب بدأوا ان هم ياخدوا نفس النهج بتاع اليوتيوبر ده ويدوروا هم كمان في الموضوع، واكتشفوا 2 كمان ونزلوا الصور بتاعتهم وفضحوهم في وسط الناس. ومن ضمن الكلام اللي قاله اليوتيوبر ده ان هو تواصل مع اهل تشوي وخد موافقتهم علشان يقدر يتكلم في الموضوع ده، وكان شايف ان دي اقل حاجة ممكن نقدر نقدمها للبنت اللي مفيش اي حد وقف جنبها تماما. وللأسف بقى ان الضرر اللي حصل من ورا الفيديوهات دي حصل لناس اصلا ما كانش ليهم اي ذنب في الموضوع، زي زوجات الشباب دول واطفالهم واخواتهم وكل المحاطين بيهم، واللي اكيد طبعا اذيتهم ما جاتش اي حاجة جنب اذية تشوي، ولكن برضه هم اتأذوا. وكل اللي حواليها قالوا ان هي فضلت مكتئبة طول الفترة دي وشراها في الاكل وزيادة في الوزن، حاجة يعني تحزن جدا. بعد ما الفيديوهات دي بقى انتشرت، واحد من العصابة كان اسمه لي نزل فيديو بنفسه، وفي الفيديو ده اعتذر لها بنفسه وقال لها ان اي اعتذار في الدنيا مش هيعوضك عن اللي حصل فيكي طول السنين دي. وده خلى واحد من العصابة كمان اسمه مون يعمل فيديو ويعتذر لها هو كمان. تشوي بقى بعد فترة الصمت دي كلها اتكلمت لمركز الإغاثة الجنسي الكوري، وقالت ان هي ما كانتش متخيلة ان الناس هتهتم بالموضوع بعد طول السنين دي كلها، وشكرت الناس اللي حزنت على حالتها ودعمتها وحطوا نفسهم مكانها بالظبط. وقالت ان تعليقات الناس شجعتني مرة تانية وحسستني ان انا مقبولة في المجتمع بعد حوالي 20 سنة من الرفض. وبعد كده طلعت في لقاء صحفي وبدأت ان هي تعبر عن ندمها عن التسوية اللي مضتها لابوها، واتكلمت على انها فضلت ما كملتش تعليمها هي واختها ولا عارفين يشتغلوا في اي مكان، وفضلوا منبوذين من المجتمع طول 20 سنة اللي فاتوا. وقالت ان انا مش عاوزة اي حاجة من الدنيا غير والدتي واختي واخويا، وانها بتتمنى ان اختها الصغيرة تقدر تتخطى الكابوس ده اللي حصل فيها بسببها. وبالمناسبة ان الجريمة دي اتعملت فيلم كوري عن الواقعة وكان اسمه الأميرة هان، بس طبعا مع شوية تحريف وتغيير علشان لزوم الدراما يعني. وكلمتين كده في الاخر محشورين في زوري بصراحة لازم اقولهم حتى لو فيهم شوية تخبيط. من خلال شغلي في القضايا خلال السنتين 3 اللي فاتوا بدأت الاحظ ان في آفة كده منتشرة هي تعتبر من العناصر الأساسية في معظم الجرائم اللي بتحصل. ومش في الجرائم بس والله، لو بصيت حتى لنسب الطلاق اللي حوالينا والانفصالات وكمية الخذلان للناس في علاقاتهم هتستغرب جدا. ولو ربطت الناس دي كلها ببعضها هتلاقي ان العنصر المشترك اللي ما بينهم هم افتقادهم للعاطفة في بيتهم تحديدا. عندنا في مصر بنقفي على بعض كده ونقول لك اصله ما اتحضنش وهو صغير. جزء كبير من الجيل بتاعنا او حتى الجيل اللي طالع بيدوروا في كل العلاقات اللي بيدخلوها على عنصر التقدير والعاطفة بشكل يمكن مبالغ فيه، وده اللي بيخلي ناس كتير مننا ندخل في علاقات مع مرضى نفسيين بيشموا احتياجك للعاطفة والتقدير بشكل سهل جدا. فيعني بتمنى من اهالينا اللي بيسمعوا الفيديو وعلى راسي طبعا من فوق ان هم يتقبلوا حواري معاهم بصدر رحب وكأني ابن ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معنى كلمة مسؤول هنا يعني مجبر، وانا اسف لو هقولها بصيغة اشد شوية، مفروض عليك. والمسؤولية هنا مش مقتصرة على اللقمة والملبس والنومة، وإلا الرب قطط وكلاب بقى، نفكنا من فكرة الخلفة والحاجات الكبيرة دي. ففكرة ان هو يكون شبعان اكل ولكن مش شبعان حب، فاحنا عندنا مشكلة ومشكلة كبيرة جدا والله. وعلى فكرة ان انت تدي لابنك حب دي مش رفاهية خالص، وملهاش علاقة بانه هيطلع عيل توتو وينشف يالا والكلام اللي احنا بنسمعه ده. فصدقني مهم جدا ان ابنك ولا بنتك يشربوا حب وعاطفة من صغرهم كويس جدا، لأن خد بالك انت ممكن تكون بتأهل حد طاغي وقاسي جدا، او في نفس الوقت بتربي حد هش وممكن يكون فار تجارب لأي حد بسهولة. ودي يمكن الفكرة اللي انا دايما متخوف منها، اني لما اجي اخلف عيل في المستقبل ان شاء الله ما اقدرش ان انا اغمره بحب وعاطفة وتقدير والحاجات دي، لان للأسف لو ما عملتش كده هبقى بأهل عيل يطلع للدنيا فاضي. اي حد عارف ان هو يديله شوية مشاعر خلاص خده حطه في جيبه وقفل عليه. فصدقني لو انت من عمر والدي عمر والدتي حد من سني وداخل على خلفة، عمر النشوفية والضرب والتوبيخ ما هيخلوا عيل ابدا ان هو يحترمك. هو يمكن الحاجات دي لبعض الوقت من عمره هتبقى مخلياه خايف منك، بس بيني وبينك مش هتخليه عامل لك حساب،
او بمعنى اصح مش عامل حساب لزعلك. فالله يبارك في اعماركم، يعني خلي بالكم من رعايتكم شويه. واتمنى ان مفيش اي حاجه من الكلام اللي انا قلته ده يكون زعل مني اي حد. وادعوا لي برضو ان انا اكون من الناس اللي تقدر ان هي ان شاء الله في المستقبل تقدر تطبق الكلام ده. بس